اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص في مباراة منتخبنا السعودي ضد عمان بكرة، وجه صحفي عماني سؤال الحارس المنتخب نواف العقيدي أن الحكومة السعودية ضخت المليارات في الكرة السعودية وما شاهدنا تطور. العقيدي رد عليه رد ملجم للأمانة، ورد عليه وقال هذه فلوسنا نصرفها وين ما نبي، وإن احنا مبسوطين على التطور اللي قاعد يصير، وإن منتخبنا وصل كأس العالم وبتشوف التطور اللي قاعد يصير للمنتخب. ان المنتخب السعودي دائما كعبه عالي على المنتخب العماني. قبل اقول رايي في التصريح اللي رد فيه نواف العقيدي على النكره العماني، الله يبيض وجهك على روحك الوطنيه وغيرتك الوطنيه. الشيء الثاني، اخواننا العمانيين على العين والراس، ما في اي شيء بيفرق بيننا، لان هذا النكره واضح الحقد والقهر اللي جواته من التطور اللي قاعد يصير في دورينا وفي كرتنا بشكل عام. ما هو عاجبه ولا هو مبسوط على التطور اللي قاعد يصير عندنا. انا تفسيري لسؤال الصحفي العماني انه يحاول يستفز لعيبه منتخبنا السعودي، لانه فعلا مثل ما قال نواف العقيدي يدري ان منتخبنا كعبه عالي على منتخبهم. هو يحاول يشتت لعيبتنا ويطلع تركيزهم، لكن باذن الله بكره نرد عليه ونثبت ان كعبنا طول عمره اول وتالي، وفي المستقبل كعبنا عالي عليهم.